وأخيرا طلع محمد حوارات في ريلز على القناة بتاعته، بيتكلم وبيقول إن هم كويسين الحمد لله وبألف خير وهيفضلوا كويسين. أهم شيء إن انتوا تدعوا لآلاء، ربنا يشفيها ويعافيها. ربنا يشفيها لك يا رب ويعافيها لك ويرد صحتها ليها بأمر الله. بس يا محمد، احنا كلنا الناس كلها من حقها تعرف ايه اللي بيحصل عندك حاليا. انت كده طالع في صورة مبهمة بتوضح للناس انك بخير. من حق الناس كلها تعرف، لان الناس من بداية طلوعك الناس هي اللي ساعدتك، هي اللي وقفت جنبك، هي اللي وصلتك للمكانة اللي انت عليها حاليا، وهتوصلك لمكانة احسن واحسن لما تكون ثقتك وثقتهم متعادلة، في ثقة مفيش اهتزاز زي اللي حاصل حاليا. فمن حق الجمهور انك تطلع وتعرفوا ايه اللي بيحصل وتوصله انك بخير بناء على ايه. والاحداث اللي فاتت دي كلها اللي حصلت المبهمة الغامضة من بعد ما جه حمدي يصالحك والدنيا اتقلبت وقامت ما قعدتش، فانت طالع في غموض تبين للناس ان انتوا كويسين. يا رب دايما تفضلوا بألف خير يا رب. بس من حق الناس تعرف الأحداث الأخيرة اللي حصلت. انت كده طالع في صورة مبهمة غامضة للناس بتقول لهم ان احنا كويسين. تمام الحمد لله، وده اللي نفسنا تكونوا عليه. لكن اللي حصل هو مين اللي تعبان؟ انت بتقول ادعوا الآلاء. طب انت فهمنا، هل فعلا في فقدان للجنين ولا حاجة تانية حصلت؟ انك تطلع في توقيت زي ده، زي ما بيقولوا تزيد من الطينة مبلة وما تهديش نار الناس اللي عايزين يعرفوا ايه اللي حاصل، فدي حاجة مش في صالحك يا محمد. الناس كلها بتقولك ان في حاجة غريبة بعد ما قابلت حمدي، آلاء تعبت، مليون استفهام وتعجب للي حصل ده. طبعا ربنا يعوض عليك وعليها، بس المفروض ان انت تطلع توضح كل حاجة في اقرب وقت بدل القيل والقال اللي زاد عن حده. انت طالع في الريلز او في الشورت اللي على القناة بتاعتك باين عليك التعب وانت بتتكلم. طب اطلع احكي اللي حصل، لان فيه هجوم كبير قوي عليك. لو سكت اكتر من كده الناس هتقول ان كلام حمدي صح، فلازم تطلع وتتكلم وتحكي، لان من حق الناس عليك، لان الناس سبب في شهرتك. فانت ما تكونش مع الناس في وضع وتكون معاهم في وضع تاني، لا، في جميع الاوضاع لازم تكون معاهم، لان دول اللي توصلوك للمرحلة اللي انت فيها. ناس كتير طالعة وبتتكلم وتقول ملامح عينيك يا محمد بتداري حاجة تانية، وإن الصراحة هتنجيك. فعلا الصراحة منجية. وكمان بيقولوا على الرغم من كل اللي حصل، حتى لو حملة آلاء أصلا ما كانتش حامل إحنا مش هنبطل ندعمكم. يعني شوف محبة الناس واصلة ليكوا إزاي، وإنت بتطلع تكلمهم إزاي. من حقهم تطلع تفهمهم اللي حاصل. مليون علامة استفهام ومليون علامة تعجب من بعد مجيء حمدي ليكوا للإمارات والدنيا اتقلبت، وانتوا مفيش حس ولا خبر. يعني على وجه العموم على العيلة كلها، هو بس حمدي اللي حاليا في سفر بيفسح عياله بيخرجهم بعد الامتحانات. كل واحد بقى في وضع. حسن ونهال من بعد سفرية اسطنبول ورجوعهم لمصر حتى ما تقابلوش بحمدي تاني، فعلامة استفهام وتعجب انك تطلع في التوقيت ده وتتكلم بالاسلوب ده. انت باين عليك التعب جدا، اطلع واتكلم، الصراحة منجية. في مثل أجنبي بيقولك eat yourself before somebody eats you، يعني كل نفسك قبل ما حد ياكلك. اطلع وصارح الناس، بالعكس انت هتكبر في نظرهم. لما تصارح جمهورك هتكبر في نظرهم وتعلى أكتر وأكتر. لكن ان انت تطلع في الصورة المبهمة دي وبالأسلوب ده، لا، ده الناس هتتقلب عليك أكتر. الناس بتحبكوا لدرجة ان هي بتقول اللي بحجته معاهم مش هنصدق عليكوا اي حاجة عشان انتوا طيبين. يعني شوفي الناس بتحبكوا لقد ايه.
أنا قريت تعليق يعني إيه ده، واحد طالع بيقول لهم محمد إحنا بنحبكم وعارفين الضغوطات اللي انتم مريتوا بيها وفيها، ولو فعلا آلاء مش حامل اطلع وعرفنا واحنا مش هنزعل، لأن كل اللي عامل محتوى بيعمل ترندات، بس أهم حاجة إنك ما تطولش في الموضوع أكتر من كده عشان المصداقية. من حقك ومن حقنا إن انت تطلع توضح الموضوع بتاع حمل آلاء، واحنا معاك في كل حاجة، سواء آلاء حامل أو كان ده ترند، بس هنحترم صراحتك وإنك احترمت المتابع في الآخر، والعبرة بالنهاية. فيا محمد اختمها بالصراحة، وواضح قوي إنك مضغوط وربنا معاكوا، يعني شوف الناس حبها واصل لإيه، شوفوا الناس واصلة معاكوا لدرجة قد إيه من المحبة، فاطلع ووضح. الصراحة راحة زي ما بيقولوا، والصراحة منجية لا محالة. انت ليه بترمي نفسك في التهلكة؟ ليه مصر ترمي نفسك في التهلكة؟ ليه مصر ان انت تشعل وتغضب الجمهور المتابع ليك اكتر؟ ده بالعكس، انت لو طلعت وقلت الحقيقة هتهدي نارهم وهيقفوا معاك اكتر. يرضيكي الناس تطلع وتقول عليكوا ان انت اتعلمت من حمد اللف والدوران؟ المفروض ان انت تقدر الناس اللي واقفة معاك يا محمد، وتعرفهم في ايه، زي ما شاركتهم في كل حاجة، زي ما بيشاركوك وبتشاركهم في السعادة تشاركهم في حزنك وتعبك. ده من حقهم عليك ومن أبسط حقوقهم ليك. والله حرفيا في متابعين مدمنينكم، انتوا إدمان بالنسبة لهم. في تعليق واحدة بتقول لك حرام عليك يا محمد تعمل كده بمتابعينك، أقسم بالله من قلقي عليكم وزعلي مش عايشة طبيعي مع أولادي، طول اليوم متنرفزة وطول اليوم التليفون في إيدي، نفسي أطمن عليكم. انت زعلتنا أكتر بالدمعة اللي في عينك ووجعت قلوبنا، وربنا يطمنا عليك ويشفي آلاء ويجبركوا جبر يتعجب منه أهل السماء والأرض. عايز إيه أكتر من محبة الناس يا محمد؟ محبة الناس دي كنز، كنز حافظ عليه وما تضيعوش من إيدك. انت كده بتفرط في حاجة كبيرة قوي، يعني محبة الناس في القلوب دي حاجة لا تشترى ولا ملهاش مثيل، ولا تساوي كنوز الدنيا. الناس يا محمد من حقها تطلع وتتكلم، وبيقولوا لك ليه الغيبة دي كلها؟ اطلعوا واتكلموا، مهما كان كل بني آدم خطاء، وانتوا عندكم قبول سبحان الله، عمرنا ما كرهناكم. محبة القلوب يا محمد والله العظيم ما في حاجة تسواها، ولا ليها بديل. اطلع يا محمد، اطلع واتكلم في فيديو، مش عايزينك يا أخي توضح اللي حصل، بس على الأقل اطمنا على البنت اللي معاك، طمنا على مراتك البنت المكلومة الحزينة اللي مرت بضغوطات عالية ومرت بضغوطات كبيرة. أي نعم احنا شفنا حاجات غريبة أثناء الحمل، كنا مكدبين عينينا من كتر محبتنا ليكوا، بس اطلع واتكلم، قول إن هي ما كانتش حامل، والله العظيم هتزيد في نظرنا ما هتقل. ربنا يهدي الحال ويصلح الأحوال ويشفي آلاء يا رب، عاجل غير آجل، سواء بحمل أو من غير حمل، لأن البنت دي أصلا مرت بظروف صعبة وقاسية. مفيش أي بنت تستحمل